لا لا، 9 مقاعد. الله يخليك يا رب، الله يخليك يا رب. بعد اذنك يا مصطفى، كوبايه شاي بس ب 50 جنيه من ايديك الحلوه دي. ماشي. احنا على الهوا. اهلا بيكم في برنامج الت فور. لقد فقدنا اليوم شخص من احب الاشخاص الى قلوبنا. ده يا جدعان مش كبرة. ايوه هو ده حصان الشطرنج. حصان الشطرنج بالنسبه لنا هو رمز البرنامج كله. سيبكم كبر. احنا هنتكلم النهارده في موضوع مهم جدا. في كتير من الناس اللي ما حد سمع عنه، واللي سمع عنه مش مديله اهميه، واللي من كتر ما سمع عنه خلاص زهق. بس احنا عايزين نتكلم في الموضوع ده علشان قضيه الناس اللي بتقولك ان البلد ما فيهاش فلوس، اتجاه ان البلد بتخرب، الكلام ده كله. هنطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. بلدي اتنهبت قسموا التورته بالفلوسية، وانا بردان مش لاقي كوفرته بالفلوسية. خلوا عملوها سلطه بالفلوسية، لا وكمان بجحين قوي قلطه بالفلوسية. ايه يعني اما اخد حقي؟ هو المفروض اشحت استلف واحط جزمه ببقي وافضل زي الخروف اتعرف؟ ايه يعني اما اخد حقي؟ هو المفروض اشحت استلف واحط جزمه ببقي وافضل زي الخروف اتعرف؟ وحسبي الله ونعم الوكيل. خلاص فقت يا حسابكم تقيل. وحسبي الله ونعم الوكيل. خلاص فقت يا حسابكم تقيل. عالم فظيعة ولا هنا عليها تكسر وديعة في فلوسيا. دي ماهيش بلدي، دي كانت عزبة في الفلوسية، كله بيطلع منها بنسبة في الفلوسية، وانا مش لاقي اقسط فزبة في الفلوسية. اتاري النفخة دي فطشة وكذبة في الفلوسية. ايه يعني اما اخد حقي؟ هو المفروض اشحت استلف واحط جزمة ببقي وافضل زي الخروف اتعرف؟ ايه يعني اما اخد حقي؟ هو المفروض اشحت استلف واحط جزمة ببقي وافضل زي الخروف اتعرف؟ وحسبي الله ونعم الوكيل. خلاص فقت يا حسابكم تقيل. وحسبي الله ونعم الوكيل. خلاص فقت يا حسابكم تقيل. عالم فظيعة ولا هنا عليها تكسر وديعة في الفلوسية. ورجعنا لكم مرة تانية. كان في خبر امبارح نزلته جريدة المصري اليوم بتاريخ 23/3/2012. الخبر ده بيقول إن تكلفة رواتب الحراسة لمبارك وعياله من فترة الثورة اللي هي من 25 يناير ل 11 فبراير كانت 220 مليون جنيه. مش عارف الرواتب ايه اللي 220 مليون جنيه دول في 18 يوم. ده من غير الجزء ولا بالجزء؟ بالتبس بتاع الحراس.
لا مش عارف الكوماندوز بتاع امريكا دول. الاكتر بقى يا جماعه اللي يقول لك ان المكالمات الدوليه اللي عملها المعلم في الفتره دي تكلفتها 3 مليون ونص. 3 مليون ونص مكالمات؟ اذا كان سبعاوي بذات نفسه بيحب ب 3 جنيه في اليوم. جنيه واحد بس عم احسن ناس. لا يا معلم كلامين مختلف. جربت انت قبل كده؟ لا ما جربتوش؟ جرب كلامين صدقني جامد. هم تقريبا بيفضلوا على التليفون يقولوا طب سلام. لا يفرق. المشكله اتوقع هو بيكلم مين اصلا؟ يعني كان بيكلم مين ب 3.5 مليون؟ مش فاهم. كان بيكلم مين ب 3.5 مليون؟ مش عارفين. يلا اهو ده لو كان بيحب كان اقل من كده بكتير. ما علينا الظاهر كان ما كانش مشترك في العرض. تكلفة. شوف الرقم الثاني بقى اللي فعلا هتعرفوا يعني هم ليه يعني او اشمعنى دول. لو قلنا مثلا مبارك وعياله اوكي ماشي يعني اخدوا 200 اسمه ده مرتبات الحرس بتاعهم 220 مليون. انما تكلفة تنقلات بس رموز الحكم اللي هي الحاشية اللي كانت جنبيهم طبعا بقى عارفين مين اللي قاعدين دلوقتي في مين؟ في بورتو طرق. اوكي التنقلات بس من مقر من مقراتهم لحد المقر الجمهوري كلف معانا 3.5 مليون جنيه. مش لتر البنزين باين. هو اسمه سوبر بقى وكده. مش عارف صح. بس تفتكر كانوا بيحطوا 92 برضه بيحطوا بنزينه زينا كده يا معلم ده مش بيحطوا 92 دول بيحطوا 101 102 اما 92 ده استحاله. لا الناس دي هتبني الناس دي كيروسين كيروسين وكيروضاد وكده. ما علينا. لا هو الخسائر الاقتصاديه بقى يا جماعه اللي هو بسبب قطع النت والتليفونات والكلام دوت يقول لك 1.5 مليار جنيه. على فكره كل الفلوس اللي احنا بنقولها ديت بالجنيه مش بالدولار ولا باليورو ولا بالين، كله بالجنيه. طبيعي ما المعلم بيتكلم ب 3.5 مليون يعني المعلم لوحده بيتكلم ب 3.5 مليون. متوقعين الخسائر تبقى بكام يعني؟ وقطع النت يعني المشكله هو قطعوا لما قطعوا النت والتليفونات الخسائر اللي جت على مصر الخسائر الاقتصاديه جت 1.5 مليار مش مليون، 1.5 مليار. موضوع النت دوت بيفكرني بايه؟ بالقذافي لما طلع وقال انا ليس ديكتاتورا لاغلق الفيسبوك ولكني ساحتجز من سيدخل علي. قريت انت الحته دي؟ اعتقد القذافي لسه معانا تاني. شيلوا الصوره دي يلا ما علينا. مش عارف الجزء على الرحمه ولا لا، ما علينا. طيب الرقم نروح للرقم اللي بعديه كده. تكلفه علاج مبارك لما كان سيادته قاعد في منتجع شرم الشيخ اسمه المستشفى بقى، ده منتجع سياحي. في المنتجع بتاعه شرم الشيخ تكلفة علاجه بس كانت 175 مليون جنيه. بيتعالج ايه؟ بيتعالج بايه ده؟ 175 مليون جنيه. اذا كان هو بيتعالج ب 175 مليون جنيه بعد ما اتخلع، طب ما في ناس قاعدة نفسها تخش مستشفى مش لاقيه جنيه واحد يدخلها، مش راضيين يدخلوه. بقى الدولة خلاص واحد تدفع له هو 175 مليون. والموضوع ده يا جماعه مش عارفينه النهارده ولا امبارح ولا اول امبارح ولا من سنه ولا من سنتين. الموضوع ده من زمان، الموضوع ده من زمان وانتوا عايشين من زمان وانتوا عارفين ان في ناس بتتعالج بملايين وفي ناس معهاش فعلا جنيه انها تخش تعالج في المستشفى. الموضوع ده من كتر ما الواحد بقى بيشوفه وبقى بيسمعه وبقى خلاص يعني هم بدأوا يحسسونا ان الموضوع ده بقى عادي بالنسبه لنا. خلاص هم اخدونا على كده. كل يوم بينزلوا لك في جرائد الحوادث مين اللي قتل مين علشان جنيه ومين اللي قتل مين عشان 10 جنيه واللي اغتصب بنت واللي خطف عشان يطلب 20 جنيه. تسمع ارقام اغتصب فعلا يخليك يعني تبقى قاعد في حاله ذهول. وبعدين مع الوقت خلى لك الموضوع ده بقى في التفكير في دماغك بقى عادي. ايه يعني 170 مليون ولا 175 مليون؟ الارقام بقت عاديه. الارقام دي بقيت بتسمعها عاديه وانت مستهيفها وانت مش لاقي ربع مليون. معاك فكره 200 مليون؟ معكش؟ اطول بعدين اننا نقول لك ان تكلفه تنقلات فريق التحيات من والى شرم يعني في 174 في 174 يوم تمام
كانت كام؟ 15 مليون جنيه. ليه؟ هما لو كانوا جابوا مفتش كرومبو ولا ولا المحقق كونان كان حلها بحلقة واحدة. حاجة ما هوش موضوع يعني. يعني تعالوا نقارن كده المفتش كرومبو والمحقق كونان. الله علينا الله علينا. مش يقول لك كام 15 مليون جنيه؟ لا يا معلم، دول بياخدوا حلقتين. اول المفتش كرومبو بياخد حلقة وده حلقة، مش هنكمل حتى 4 لو انت عرفت مين اللي قتل المتظاهرين اتصل بينا على خط اللي قفلوه، بقول لهم يرجعوه، بقول لهم يرجعوه. سمعتوا؟ ماشي. طب الخبر اللي بعديه. لا الخبر اللي بعديه. فاكرين لما كانت لما الاخ الكبير كان في شرم الشيخ، اهالي سينا عملوا وقفات احتجاجيه وسدوا الناس وعملوا حاجات كتير في سينا، صح؟ في الفتره دي اللي كان مبارك ممكن فيها في شرم الشيخ، الخسائر اللي تكبدت للدوله في وقف الاحتجاجات، الوقف بتاع اهالي سينا، كانت 30 مليون جنيه. يعني راح اتعالج على نفس الدولة وقاعد هناك والدولة خسرت. كل ده ليه؟ 30 مليون جنيه. يعني كمان حتى بعد ما اتنحى لسه بيخسر في البلد. حسب الله ونعم الوكيل. هو الخسائر بقى ايه؟ السياحة في الفترة دي برضه 2 مليار ونص جنيه. 2 مليار ونص جنيه ده احمد انت لما تيجي تبص لها برضه هتلاقي يقول لك ايه؟ ازمه السولار. ما عندناش اتوبيسات للسياح للاسف. هو خلاص يسيح بعد كده يدخل على اليوتيوب يكتب الاهرامات بيراميدز، بعدين يخش يقعد يتفرج بقى على الاهرامات بتاع، انما يفكر ينزل ويلاقي حاجه تنقله جوه البلد بازمه السولار اللي احنا فيها دي. والله انا خايف بعد كده يعملوا اليوتيوب اصلا ببنزين وصودا عشان حد يبص في البلد. يلا نقطعنا السياح وقطعنا كل حاجه من البلد ونقعد يا دوب يا ولاد ما خليتوني في البلد لوحدنا. ده مش سياح. بمناسبه السياحه، في منطقه في الاهرامات اللي هو السفن اللي هم لقوها مؤخرا والكلام دوت، لو انت فكرت تدخلها هتسمع كلمة فعلا. الكلمة دي انا سمعتها فعلا اثرت فيا جامد جدا، ان انا داخل علشان اتفرج واشوفهم لو ايه اكتشفوا ايه وكده. اللي لا اسف للسياح فقط. يا عم حضرتك انا مصري، الكلام ده بتاعنا احنا بتاع اجدادنا والكلام ده. لا للسياح فقط. طب ازاي حضرتك انا مصري؟ يعني انت مثلا ترضى ان انت يبقى ابنك واقف كده وعايز يدخل يشوفها وانت مش هتدخله مثلا؟ للسياح فقط. وتلاقي واحد جبت كده وشكله غبي بس يلا لا احنا فرحانين بس ندخل الدهليز، ندخل نقعد نوطي ظهرنا كده ونقعد نمشي كده حتى في بلد وخلاص غريب. تدخل تلاقي نفسك اتكتم وتروح جاي طالع تاني. ايه اللي حتى في الكلام بلد ده؟ غريب. ما علينا. اللي بعديه بقى، يعني احنا عارفين ارقام كتير، استحملوا شوفوا الخضه اللي كله بيجي ورا بعضه. مبارك لما كان في شرم الشيخ وكانوا بيقولوا له محاكمات، طبعا استخدموا طياره وحرس وكده، فتكلفه الانتقالات دي بس من شرم لحد مقر المحكمه كان بلغت 300 مليون جنيه تكلفه الطياره والحرس اللي كان ماشي مع الطياره. 300 مليون جنيه اعتقد رقم صعب على طياره. مش عارف كان اخد تاكسي العاصمه مثلا وجه، مش عارف ايه اللي خلاه يجيب طياره بس. تليفونه ليه على الصبح بقى؟ يعني طياره شبه دي ومعاها 2 بغوله زي دول وكلموا 300 مليون جنيه؟ يا نهار ابيض. يلا وتكلفه برضه نقله من مستشفى الطب الدولي على طريق الاسماعيليه للمحكمه كانت 25 مليون. كم؟ 25 مليون. هو الفكرة الطيارة هو لو كان جايب كبيرة وخدها خاصة له هو لوحده وبنوا له مدرج طيارات جنب المحكمة، مش هيتكلم 25 مليون خالص. الناس ديت بتهرج، الناس دي بتهرج. ناخد اللي بعديه.
الحراسة وتأمين محاكمة مبارك وال الحراسة بتاعتهم يعني في تأمين في جلساتهم محاكمة كلفت 12 مليون جنيه. نو كومنت. خش على بدري. لا خش انت. انا فعلا اتقفلت. ماشي. اللي جاي بقى اللي ملهمش دعوه برضه ملزقين في كل حاجه، الحاشيه برضه اللي كانت وراه برضه تكلفه يعني حراساتهم وتنقلاتهم للجلسات اللي هم ال 25 جلسه بتاع المحاكمه كانت 6 مليون جنيه. يعني قاعدين في فندق ترى وراح المحاكمه برضه 6 مليون جنيه. شيلوا يا ابني، شيلوا الصورة دي يا جماعة، شيلوا الصورة دي. يا جماعة الأرقام ديت فعلا هم قدروا اللي هم يعني حققوا إنجاز كامل فعلا، اللي هم قدروا يخلوا الشعب المصري مستهي في الأرقام ديت. زي ما برضه قدروا يقنعوكم إن كانوا واقفين في التحرير بالبلطجية وقعدوا كل ما تيجي تحاول تلفزيون بلطجية إرهاب وموالين من الخارج تسمع حاجات عنهم كتير. وهم دول فعلا دول اللي عملوا كل حاجة. بس والناس اللي ماتت وكل الناس ديت اما تيجي تفتح التلفزيون يقول لك 900 واحد مات النهارده وتاني يوم تلاقي 400 واحد مات النهارده. خلاص الموضوع بالنسبه لك انت من جوه قاعد تعودك على الاعداد الكبيره. خلاص الموضوع بقى بالنسبه لك انت عادي. مع ان لو انت فكرت فيها والموضوع بقى من تبعك انت، يعني حد من صحابك، حد من اهلك، حد انت تعرفه هو اللي كان مات، كنت انت تتحرك. مش شرط واحد من اهلك يموت علشان تتحرك. المشكله ان فعلا ناس كثيره جدا مصابه بفقدان ذاكره سريع اسرع مما تتخيل. كلهم دايما وبينسوا بسرعه جدا. بس في اللي ما بينساش، في اللي ما بينساش يا صباحي. عارف مين؟ ام الشهيد دي لها سنها. ام الشهيد ما نسيتش ابنها حتى لما جه عيد الام. الموضوع صعب جدا. مش هقول ام الشهيد تنسى الارقام ولادها اللي ماتوا. شهيد ماتوا وبيطلعوا يهتفوا وراه وبيعملوا مظاهرات وبيعملوا كل ده. بعد 3 ايام ايه اللي بيحصل؟ بيموت شهيد غيره وبيطلعوا وراه وبيهتفوا وبيعملوا مظاهرات علشانه. وبعد كل ده وبعد ما خلاص، بعد ما الشهداء خلاص الفترة الأخرانية دي ما عادش في حد في مظاهرات ولا حد في مظاهرات ولا الكلام ده كله. طيب الناس دي حد فاكرها؟ حد فاكر أسامي الشهداء اللي ماتوا؟ ما حدش فاكر. يعني أنا في مخيلتي فعلا إن ما حدش فاكر غير خالد سعيد. ده فعلا اللي أنا أقدر أقوله. محدش فاكر أي حد تاني نهائي. بس فعلا زي برضه هم عملوا معانا زي ما أمريكا دخلت في دماغنا فكرة أي واحد عربي وخاصة لو بدأ يبقى إرهابي. هي خلاص هي قادرة يعني فضلت تعمل كده وتقول في الأخبار وتعمل أفلام والكلام ده. خلاص بقينا إحنا نفسنا أما بنيجي نشوف أما بنيجي حد مثلا يسافر بره وكده بيتبصروا على إنه إرهابي. هي قدرت تدخل العالم كله إن أي عربي بدأ إنه يبقى إرهابي. شفنا مع بعض الارقام ديت. اسمعنا الكلام مش هيخلص. هنفضل مكملين حتى لو جه حد خبطنا من فوق هنرجع نقف تاني وهنستمر. استحالة حاجة توقفنا طول ما قبلنا بربنا لسه موجود. النهاردة اتكلمنا على الفلوس اللي راحت واللي اتهدرت والخسائر اللي جت للدولة بسببه وسبب الحشة اللي كانت معاه. بعد كده معرفش يا ترى الفلوس دي هتكبر ولا هتنزل زي ما هي ولا هترجع. ما اعتقدش ترجع، دي استحالة. المهم تابعونا وما تنسوناش وافضلوا متابعين اخبارنا واستنونا في الحلقة الجاية، حلقة مهمة جدا. وما تنسوش طبعا تعملوا لنا سبسكرايب ولايك وشير عشان توصل لكم جميع اخبار البرنامج. كان معاكم الشهندس سبعة. طبعا. وطبعا مش عايزين ننسى طبعا نشكر
المصور بتاعنا اللي صور الحلقه دي كان الونش. وطبعا احب بس نوجه يعني سلاماتنا لكابو عشان هو مش موجود معانا الحلقه ديت، عنده ظروف خاصه. وشكرا طبعا كبير للي جاب لنا الماتيريال بتاع الحلقه واللي ساعدنا في اعداد الحلقه كان خالد، نحب نشكره جدا. ويعني كل الطلبه اللي كانت معانا في الكليه، مش عايزين ننسى طبعا طلبه الاكاديميه المصريه، هم اللي يعني ايه ادونا بوش للامام ودفعه اللي احنا نكمل ودعمونا بحاجات كتير. مش هننسى كل واحد دعمنا. ويا رب دايما مشاهدتكم تكون معانا دايما، ويا رب تكون الفيديوهات اللي احنا بنعملها بتعجبكم. ولو في اي اقتراحات يا ريت تكتبوها لنا وتبعتوها. ما تنسوش في الكومنتات تحت، هنستنى كومنتاتكم بجد عشان نعرف ايه الحاجه اللي ما عجبتكوش وايه الحاجه اللي عجبتكم وتعليقاتكم في الاخر. اشوفكم الحلقه الجايه، ما تنسوش الت فوق.